ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض ورق العنب. ما اعتقدش ان في حد في الحياة ما بيحبش ورق العنب، ولو في حد ما بيحبوش يبقى عنده مشكلة. الطريقة سهلة وبسيطة، هتطلع معاكي بطعم رهيب. يلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو. وهنبدأ مع بعض اول حاجة بالتسبيكة. انا هكون اول حاجة بس عاملاها ان انا هكون غاسلة الرز كويس. رز مصري مغسول مش منقوع. هغسله غسلة كويسة جدا لحد ما المية تنزل منه لونها شفاف. هنبدأ مع بعض ان انا هجيب بصلتين وسط، وهبتدي ان انا اقشرها وهحطها في الكبة. هفرمها تكون ناعمة. يا ريت وانتي بتتفرجي على الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. هنا جبت الكبة وهبتدي ان انا افرمها، وزي ما قلتلكوا تكون ناعمة. هجيب حلة على النار وهحط فيها زيت. المحشي بيحب الزيت الكتير. وهحط البصلة فيها وهفضل اقلب. بس اهم حاجة ان البصلة ما تتحرقش ولا تدي لون اللي هو الذهبي. لا، انا عايزاها تكون مدية صفار بسيط. مش هحمرها لحد ما لونها بس يتغير. هيكون معايا برطمان صلصة. انا بحب احط الصلصة مع الزيت والبصل، واقعد اقلب فيها. ممكن انتي لو حابة تحطي البصل على الرز وتحطي الخضرة وتحطي معجون الطماطم، مفيش اي مشكلة. انما انا هنا بحطهم كلهم على النار، بسيبها تتسبك.
وافضل اقلب فيها لحد ما تدي لون كده مع البصلة. بعد كده هنزل عليها بعصير الطماطم. هبتدي ان انا احضر بقى معايا الخضرة. معايا شبت وكزبرة وبقدونس. انا بحط البقدونس مع ورق العنب، بيدي طعم حلو قوي. والفروع اللي هي الطويلة اللي بتطلع منها دي بحطها في الحلة من تحت. هبتدي ان انا اقطعه صغير. هقطعهم كلهم وهرجع بقى اقوم غسلهم غسلة كويسة جدا. وهغسل كمان الفروع اللي طلعت منها. وهسيبهم دلوقتي واحضر التوابل. معايا في التوابل كزبرة جافة، كمون، فلفل، بابريكا، ملح، توم باودر، ومعلقة صغيرة سكر عشان تعدل الصلصة. هحطهم كلهم بقى على التسبيكة اللي على النار. وهقلبها. هنا التسبيكة خلصت معايا. بسيبها لما تبرد، ما بحطهاش على الرز على طول عشان ما تسهلش في سوى الرز، تخليه يعجن. بسيبها تبرد. وهنا معايا الرز. هحط عليه الخضرة، الشبت والبقدونس والكزبرة. وبقلبهم لما اكون فارمة كمان بصلة. انا بحب البصل يكون فيها ني، فبحط لها بصلة كمان نية على الخضر على الرز والخضرة. وبقلبهم كويس مع بعض. وبعدين هنزل بالطماطم اللي انا مسبكاها على النار. وهبتدي احط نفس التوابل، كزبرة وملح وكمون وفلفل وبابريكا. وبقلبهم في بعض كويس. وكمان بحط مع الرز والخضرة والحاجات دي، بحط معاهم كمان نص كوباية زيت. ما بحطش ملح كتير لاني لسه الشوربة اللي هحطها هيكون فيها ملح. بقلبهم مع بعض كويس. والخضرة لا تكون كتيرة ولا قليلة، تكون معقولة. وهبتدي هنا اجيب الحلة اللي انا هحشي فيها. وانا بحط فيها زيت. وبقطع فيها شرايح بصل. وبعدين بحط لها العروق اللي هي الفروع الطويلة دي اللي طلعت من الشبت والبقدونس والكزبرة. وبحط معاها شرايح ليمون، بس انا نسيت ان انا اصورها لكم اوريها لكم.
بحط ليمونة، بعملها شرايح وبحطها في الحلة من تحت. وهنا بتجيبي الورقة، بتجيبيها على الجنب اللي هو العروق اللي فيها ناشفة، وتحطي الرز وتقفلي عليها من الجنبين، ترجعي تلفيها، تضغطي عليها عشان ما تتفكش. انا بحب بصراحة الصبع يكون صغير، دي بتبقى انت وحريتك، تبع انت حجم الصبع انت عايزاه ايه. انا بحبه صغير. فبجيب الورقة او زي ما انت شايفة كده، وبحط الرز وبقفلها من الجنبين، بقفل عليها من الجنبين وارجع الفها، واول لفة دي بضغط عليها عشان ما تتفكش. ما بحبش الصبع يكون كبير ولا وسط، بحبه صغير. الحجم والسمك ده بتاعك انتي. بقفلها من الجنبين وبرجع بلف عليها. هو لسه كمان لما يستوي بينفش معاكي. انا كده لفيت معاكي الحلة، وببتدي ان انا احط بقى الشوربة بتاعتي. ما بخليهاش تغطيها، ببتدي ان انا اهز الحلة كده عشان الشوربة تنزل فيها كلها. ما بغطيهاش، يا دوبك بس تبقى عند اخر طبقة، وبسيب النار عالية عليها. واول ما يغلي ببتدي ان انا اوطي النار عليها، وبحط فوق شريحة طماطم، شريحة ليمون اسفة، وبحط طبق وبغطيها. جربوها وهتشوفوا انتوا بنفسكم، متأكدة ان شاء الله هتعجبكم. وبالهنا والشفا مقدما. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة، واشوفكم على خير ان شاء الله.